عايزة كنافة تبقى طرية من جوه ومقرمشة من بره؟ تعالي وانا اقولك. ده كيلو كنافة جايباها طرية، يا ريت تجيبيها طرية ما تجيبيهاش كده هشة وناشفة. دلوقتي مسيحة سمنة، ده ميكس سمنة بلدي مع نباتي. ممكن تحطي نباتي مع زبدة، او بلاش، ممكن تحطي نباتي بس هي الكنافة بتحب السمنة الكتير. تشربي كده الكنافة بالسمنة كويس. وحطيت كمان فيها جوز هند. ودلوقتي دهنت الصينية وهنزل بنص كمية الكنافة، هفردها كده في الصينية. مجهزة معايا مكسرات، اي مكسرات عندك. انا حطيت زبيب وسوداني، وجوز الهند اللي حطيته في الكنافة بيديها ريحة وطعم حلو قوي. دلوقتي هنزل بباقي كمية الكنافة، هفردها كويس كده على الوش، اسويها كويس جدا بايدي. طبعا بتبقي مولعة الفرن من قبل كده على 180، وعاملة الشربات برضو مجهزاه عشان لازم شربات الكنافة يبقى بارد. اسويها بايديا بالشكل ده. حطيت معلقتين سمنة على الوش كمان عشان يخلي لونها كده تحفة. دخلتها الفرن وهتخرج باللون الرائع ده. الشربات عاملاه عادي جدا، سكر ومية وليمون وعودين قرفة، ولو عندك كمان قشر برتقان يا سلام، يديله نكهة خطيرة. وبعد ما يتعمل معاك ويبقى تقيل، بتنزلي بمعلقة سمنة بلدي وفانيليا وكمان معلقة مية ورد، بتخليه تحفة. الكمية بقى حسب اللي انتي بتعمليه، بس لكل كوبايتين سكر كوباية ونص مية، او كوبايتين مية، براحتك حسب ما عايزاه مسكر قوي او عايزاه وسط.